الجرس اليوم عم برن لنحكي عن موضوع مهم كتير، وأكيد هالموضوع بيطال صغير والكبير والكل نجمع عليه، ألا وهو هدف موحد للكل: السعادة. لهالسبب اليوم الجرس وصل لمصر حقيقة، مش بس هون بأوتاوا والضواحي، ومن مصر رح يرن الجرس مع ضيفنا السيد مايكل كمال. هو دارس الهندسة المدنية، طبعا عنده شهادة بالهندسة المدنية، وأيضا إلى جانب ذلك دارس للعلوم الاجتماعية والنفسية مثل التنمية البشرية، تطوير الذات والعلاقات، وهو بيقدم محاضرات وندوات عامة، وضيف بالعديد من القنوات الفضائية والإذاعات الدولية، إن كان بلبنان، بأستراليا، بمونتي كارلو الدولية، بباريس، واليوم بتشن راديو صوت النجوم بأوتاوا. أهلا وسهلا فيك مايكل كمال من مصر. أهلا وسهلا في حضرتك وكل السادة المستمعين في كندا. أنا بيسعدني كتير أنه نتعرف عليك اليوم مايكل. معلي اسمح لي لك مايكل، هيك بنحس حالنا قراب لك أكتر وأكتر. بنقول لك باش مهندس أو مايكل على الحاف؟ مايكل يا فندم. مايكل، مثل ما ذكرت مايكل، حضرتك دارس لهالعلوم الاجتماعية، ونحن بأمس الحاجة لها اليوم، وخاصة موضوع كتير إنساني، وهيدا طموح العالم كله. يعني من نحن وصغار بيقولوا لنا شو حابين تصيروا، حابين نكبر ونكون سعادة، يعني كنا كبار وكنا صغار. اليوم السعادة برأيك أنت شو هي، إذا بدنا نعرف الناس بشكل هيك عام؟ هي السعادة بتتوقف من واحد لواحد طبعا، وكل واحد بيعرفها بصورة معينة. نعم. على حسب شخصيته، على حسب تفكيره. حد مثلا بيميل للاجتماعيات، حد منطوي أكتر، حد بيحب الخروج، حد بيحب مثلا يقرأ، وهكذا، في اختلافات. لكن ممكن نعرفها بشكل عام كلنا نجمع عليه. نعم. إن هي بيعرفوها إزاي. في معادلة كده بتقول إن هي الإحساس، المشاعر الإيجابية اللي بحس بيها، وبطرح منها المشاعر السلبية. نعم. وبالإضافة لدرجة نموي، وإن أنا قد إيه راضي عن الحياة. الثلاث ترمات دول بجمعهم، والترم السلبي بطرحه. نعم. بقدر أحدد بالتقريب أنا قد إيه سعادتي. نعم. هل هي السعادة حالة هيك بنعيشها لدقايق، أو هي حالة مستقرة وثابتة مايكل؟ يعني ناس بقولك هي حسيت كتير بالسعادة، أو هي لازم تكون حالة عم ترافقنا مدى أيامنا؟ طيب نرجع تاني لنفس المعادلة أو الكلام اللي كنا بنقوله، هو يوضح لنا ده أكتر. لو إحنا بنقول مثلا الميل إن أنا أكون إيجابي، ده بيبقى حاجة أنا بحس بيها في وقت معين. ممكن تتغير من وقت لآخر. بنفس الوقت المشاعر السلبية ممكن في وقت أبقى تحت قوي داون، وفي وقت أبقى أب شوية. صحيح. بتغير من وقت لتاني. نعم. العاملين التانيين مهمين جدا، اللي هو درجة الرضا بتاعتي عن الحياة. ده لو أنا عندي أغلب الوقت هقدر أكون سعيد أغلب الوقت. عظيم. بالإضافة للترم التاني، إن أنا لازم أنمو، لأن الحياة نمو أو موت. فلو أنا مش بنمو باستمرار، نعم، وعندي رضا، هبقى مبسوط دلوقتي، بس مش هعرف أحافظ على الرضا ده إلا إذا كنت بنمو دايما وبضيف لنفسي حاجات. حلو كتير. كيف ممكن، طب شو الخطوات يلي بتخلينا ننمى بشكل صحيح ونحافظ على هالحالة وعلى الرضا؟ يعني شغلة كتير مهمة، هو من أسس السعادة مايكل. تمام. النمو من أهم حاجة فيه إن أنا أنمو مع نفسي، أضيف لنفسي قيمة، أقرأ كتب أكتر، أثقف نفسي، أضيف لنفسي لغات، أضيف لنفسي برامج، أضيف لنفسي باستمرار قيمة. ده شق في الموضوع. والشق الثاني المهم جدا، إن أنا بعد ما بضيف لنفسي قيمة، أو خلال ما أنا بضيف لنفسي قيمة، ببتدي أشارك غيري. يعني بيبقى عندي نشاط في المجتمع، العمل المدني، الكنيسة أو الجامع اللي بخدم فيه، whatever، بيبقى ليا نشاط أقدر أقدم فيه حاجة للمجتمع. لو أنا قدرت أعمل كده هحس باستمرار إن أنا سعيد وليا دور وليا رسالة في الحياة. لأن أغلب الناس بتعمل نشاط أو أنشطة معينة ومش بتحس بإشباع. نعم. نعم. طب قد ايه هون السند من الآخر يعني ممكن يحسسنا بالأمان يلي بدوره ممكن يحسسنا بالسعادة؟ يعني إذا أنا مش قادرة شخصيا اشتغل على حالي مايكل، في أشخاص بيقولوا لك ما بقدر، أنا عايشة بحالي داون على طول، كيف ممكن نطلع من هالحالة هيدي ونحس حالنا مستقرين ونصير ننمي حالنا أكتر وأكتر؟
هو اول حاجه ان انا ما استناش حد من بره يجي يقومني من الحاله دي. اوكي. لان لو في حد موجود هيبقى موجود النهارده لكن مش موجود بكره ولا بعد ولا الاسبوع اللي جاي. انا هيدا اللي بدي اوصل له. نعم. فلو انا بعتمد ان انا بقول انا دلوقتي تعبان، سيبوني في حالي، ما حدش يكلمني، مش هقوم دلوقتي، انا في مود اكتئاب واحباط، هفضل كده على طول. نعم. لكن الفعل نفسه وان انا اقوم واتحرك بالرغم ان انا مش عايز، مش لما ابقى احسن هقوم، لا اقوم دلوقتي وابتدي احط حاجه في الفعل، ده هيبتدي يغير المود والفسيولوجي بتاعتي والطريقه بتاعت جسمي واللي بتحرك بيها وبتكلم بيها، وفي نفس الوقت اغير الافكار الداخليه او الانترنال برزنتيشن، التصورات والحاجات اللي بفكرها لنفسي وطريقه تحليلي للموقف. اصل انا فشلت، اصل العلاقه اللي فاتت ما وصلتش فيها لحاجه، اصل جوازي فيه كذا، وابتدي احلل الموضوع بصوره سلبيه. لازم اغير الكلام ده. نعم. طيب هل السعادة بتختلف من امرأة إلى رجل مثلا؟ هل تختلف بعمر المراهقة، من عمر النضوج؟ هل إلى هيك تغيرات؟ هي في وقت المراهقة بيبقى فيه تغيرات كتير الشباب والبنات بيمروا بيهم عموما، فما بتبقاش العواطف مستقرة قوي، بل بالعكس بتبقى مترددة أو متذبذبة. بالنسبة للراجل والمرأة نقدر نقول ان المرأة بتبقى حتة السعادة بتاعتها اقل، لان الهرمونات المسؤولة عن الحاجات دي بتبقى اقل. ساعات بيبقى المود بتاعها ميال اكتر ان هي تبقى متضايقة او حاجة. صحيح. وهنا الراجل محتاج ان هو يستوعبها ويضمها او يحتضنها. ما يحسسهاش ان هي عبء عليه او لود او ان ليه انت حاسة بكده ويضغط على مشاعرها بزيادة، بل بالعكس. لو دعمها وكان موجود وحبها وكده هيساعدها ان هي تخرج من المود ده بسرعة. وحاجة كمان ممكن المرأة طبيعتها ان هي بتعبر عن مشاعرها. الراجل بيلومها في النقطة دي. هي تقعد تحكي وتقول في مشاكل في الشغل ومتضايقة من اختي وعندي كذا كذا، الراجل يبتدي يحكم عليها ويقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده، مش من حقك تزعلي في كذا، والمفروض تعملي كذا. هي ما كانتش عايزة ده كله. نعم. هي بمجرد ما بتتكلم بترتاح. صحيح. مايكل، نحن عايشين بعالم بنغص علينا سعادتنا إذا فينا نقول، يعني كل العناصر عم نشوفها حوالينا. إذا كنا اليوم مبسوطين عم نسمع أخبار لأنه منفتحين على العالم الخارجي، ومثل اليوم مثلا إذا الإنسان واعي راضي ومرتاح بمجرد ما يسمع هالأمور اللي صارت ببلجيكا أو بأي عالم تاني بتنغص عليه سعادته وقناعته ورضاه. هل في حصانة فينا نعملها لنحافظ على سعادتنا من كل العوامل الخارجية؟ اول حاجه نبعد عن الاخبار يعني على قد ما نقدر. اوه ماي جاد، لا مش لاقي لك هذا الموضوع، لان انا كل يوم بدي اتابع الاخبار. بدك تعطيني حصانه شخصيه بعد شوي. ممكن الطريقه اللي انا بفكر فيها تجاه الحاجه، اي لان مثلا في حروب، في عمليات تفجيريه، في حوادث، في فيضانات، في جفاف. ده وضع العالم من اول ما نشأ. بس يمكن اللي بقى متاح بالنسبه لنا اكتر دلوقتي ان احنا نعرف كل حاجه في كل دوله. فبقينا بنحس ان حجم المشاكل كبير، وحجم نسب الطلاق كبير او الانفصال، وحجم الوفاه، وحجم العنف. فيمكن الطريقه اللي انا بفكر فيها لما انا اسمع خبر، ده خبر في جزء في حته ما، يعني اتعاطف واكون انسان وكل حاجه، او لو في حاجه ممكن اعملها او تبرع او حاجه معينه. لكن في نفس الوقت لازم ابقى فاهم ان الاخبار بتنقل كده. يعني بالنسبه لي ما فيش اخبار مثلا تصحى تقول ان الناس في البلد كلها كويسه والناس كلها نزلوا شغلهم والدنيا كانت جميله والشمس طلعت. ما فيش خبر. فممكن انا اغير مودي، ممكن ابعد عن الحاجات السلبيه، الاخبار بالذات اول ما اصحى وقبل ما انام، الساعه الا ربع قبل اول ما اصحى والساعه الا ربع قبل ما انام، الوقت ده بالذات ابعد قوي عن الحاجات دي. اقرا كتاب، اقرا روايه، اسمع موسيقى، اصلي، اعمل حاجات خفيفه تديني نقاء، لان الكلام ده هو اللي بيدور في ذهني طول فتره ما انا نايم. واول ما بصحى باخد الوقت ده، بيبقى لسه العقل اللاواعي هو اللي شغال وبياخد الحاجات دي وبيتعامل معاها خلال اليوم. فلما انا بحط الافكار السلبيه في اول يومي او اخره، انا بقفل اليومي. 100%. يعني عن تجربة شخصية مايكل، أنا بقول مثلا قبل ما نام ما بجرب أحضر الأخبار الدولية أبدا، ولا بجرب أحضر أي فيلم في معاناة، لأنه ممكن يغرقنا نكون هيك داون كتير قبل ما نخلد مثل ما بقولوا للنوم. مثل ما قلت، أهم شيء بداية نهارنا وآخر ربع ساعة من نهارنا قبل ما نطلع على فرشتنا مثل ما بقولوا. يعني فينا نقول ونحاول نحط حاجات إيجابية في الوقت ده. يعني مثلا أسمع موسيقى، أقعد مع جوزي أو مراتي أو ولادي نتكلم،
نخرج نعمل حاجه كويسه، اقرا روايه، اصلي، اعمل حاجه تديني طاقه ايجابيه واحط نفسي في مشاعر كويسه، ارتب لليوم اللي جاي مثلا قبل ما انام، اكتب مذكراتي عن اليوم ده. حاجات زي كده كلها بتصفي الحاجات اللي جوايا، غير لما ابقى عايش وكل يوم براكم حاجات سلبيه 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 وبعد كده بستغرب انا ليه بقيت مكتئب او متضايق. هل بتنصح بالابتعاد عن الاشخاص اللي حوالينا يلي هن منهم ايجابيين سلبيين مايكل؟ ممكن يعدونا؟ هم الناس بيأثروا علينا. نعم. في واحد بيقول ان كل شخص فينا هو الافرج بتاع اكتر 5 بنقضي معاهم وقت. نعم. على سبيل المثال لو انا بقضي وقت مع حد مكتئب باستمرار، حد جبان او بيخاف، حد واثق في نفسه، whatever ايا كان ايه الصفات اللي في ال5 دول، انا هاخد منهم اكتر حاجات. فلازم يبقى ليا دور ولازم احاول اساعد الناس طبعا. نعم. بس لازم اميز في نفس الوقت، هل الشخص اللي قدامي بيشتكي طول الوقت وهو سلبي وعايز يفضل عايش في ده، يعني يبقى ضحية طول الوقت، ولا هو أو هي مثلا بيمر بظرف صعب ومتعب ومحتاج حد يكون واقف جنبه ساعتها وبيديله طاقة إيجابية وتفكير ودعم. نعم. هنا محتاج أكون موجود. لكن لو شخص حاسس إن هو ضحية، هيفضل طول الوقت حاسس بالإحساس ده وبيغذي نفسه بالإحساس ده وهيضرني. أوكي. نعم. هون الأفضل الابتعاد عنه. بالظبط، هنا الافضل ان انا ببتعد، مش بزعل من حد، بس انا شايف ان ولا انا هقدر اضيف للشخص ده ولا هقدر اوصل معاه لحاجه تفيده، وفي نفس الوقت وجودي هيضرني انا. نعم نعم. حضرتك بتقدم ندوات وبتقدم استشارات، قد ايه نسبة السعادة مفقودة اليوم بعالمنا مايكل؟ يعني في عنا مشكلة قلة سعادة او لا؟ في مشكلة في السعادة فعلا. يمكن من زمان، من كام سنة، كانوا السعادة دي مش حاجة بيدوروا عليها أساسا، يعني ما كانوا بيعتبروها رفاهية زيادة أو بالشعوب المتقدمة بزيادة أو كده. نعم نعم. لكن دلوقتي بقوا بيقيموها في الدول اللي بتعمل استراتيجيات وحساباتها، بتحط درجة السعادة ده في جزء من المقاييس بتاعتها، سواء من خلال الشغل أو من خلال الحياة العامة أو كده. نعم. لأن سعادة الناس بتنعكس في شغلهم، في علاقتهم في البيت، في رخاء الدولة نفسها وتقدمها، بتنعكس في كل حاجة. نعم. عدم الرضا وعدم السعادة اللي بيبقى موجود بيبقى نابع من حاجتين. غياب الهدف، الناس مش عارفة هي عايشة ليه أساسا، وده اللي بشوفه باستمرار. نعم. نادر جدا لما بتتكلمي مع حد يبقى عارف هو عايش ليه. نعم. السؤال ده يعني هياخد سنين عشان الناس تجاوبه، حاجات كتير وكده وتحليل. نعم. والواحد لازم يبحث مع نفسه كتير قوي. نعم. وحاجة كمان ان الناس مش بتقدر قيمة الحاجة اللي هي معاها. صح. يعني انا ممكن يكون معايا حاجة دلوقتي وناقصني 9 حاجات. نعم. اركز على الحاجة اللي معايا دلوقتي وافكر في الباقي، وان انا هوصل له ان شاء الله بكرة بعده بعد سنة، واشتغل على نفسي عشان اوصل له 100%. لكن ما اقعدش متضايق وكاره الوضع اللي انا فيه والحالة اللي انا فيها، اكيد مش هوصل لحاجة. نعم 100%. يعني طبعا الإنسان عادة ما بعرف ليه بيركز على الأشياء السلبية، بيكون في أشياء كتير حلوة عنا إياها ما بنشوفها، وبنغرق أكتر وأكتر بالشيء اللي ما عنا إياه أو بالشيء السلبي. يا ريت لو الناس تعمل تدريب مثلا يومي، إن كل يوم الصبح أول ما تصحى تاخد 10 دقايق ربع ساعة تشكر بس. حلو. تشكر على الحاجات اللي عندها. حلو كتير. اشكر ان انا لسه عايش، اشكر على ان في ميه في الحنفيه، اشكر على ان انا بدخل اخد دش، اشكر على النسكافيه او القهوه اللي بشربه. حلو كتير. اشكر على الاكل، اشكر على البيت. كل يوم هتلاقي الناس عندها حاجات كتير جدا ممكن تشكر عليها. صحيح. بس احنا لان احنا تعودنا على ان الحاجات دي بنتعامل معاها ان هي بديهيات. نعم. لكن غيرنا في مجتمعات وظروف تانية بيتمنى يعني اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها باستهتار دي. نعم. خلينا لكن نعمل خطة عملية. مايكل عم تسمعني؟ يا فندم. يعني بس الإنسان يوعى الصبح مثل ما قلت، ياخد وقت صغير حتى يشكر على كل شيء عنده إياه، مثل ما قلت من أمور كتير بديهية وصارت عادة بالنسبة له، بس يمكن غير ناس ما عندهم إياها. بلشنا نهارنا بالشكر، كيف منكمل نهارنا إذا واحد بده يعمل تمرين ذاتي لإله؟ يعني أنا اليوم بكرة أو بالأحرى بكرة بدي أوعى وبلش اتبع الخطوات يلي قال لي إياها مايكل. في فكرتين حلوين جدا لازم افكر فيهم لما افكر في السعاده. نعم. اول حاجه فيهم ان انا بفكر في السعاده ان هي رحله مش مكان. أوكي. لو انا ببتدي يومي وواخد قرار ان انا متوقع ان في حاجات جميله هتحصل النهارده، هبقى مستمتع، هبقى مبسوط في الشغل اللي انا بعمله، الناس اللي انا بقابلهم، البيت اللي انا فيه، ولادي، علاقاتي، اسرتي، الناس اللي هكلمهم. نعم. هخرج مثلا اركب تاكسي، اتوقع ان انا
الشخص السواق ده هتكلم معاه وهعمل له مود كويس. لو انا قدرت اغير مود واحد بس، هو بيوصل كام واحد في اليوم، هيقدر يوصل رساله ايجابيه لكام واحد. ان انا ابقى مستمتع بالحاجات اللي انا بقدر اعملها. حلو. اغلب الناس لما بتفكر في السعاده بتفكر ان هي لما اوصل لكذا هكون سعيد. مظبوط، كلنا بنقول هيك. الشهاده الفلانيه، صح. لما اجيب العربيه الفلانيه، لما اتجوز، لما يبقى عندي اولاد. نعم. هنا السعاده مكان، لما اوصل لها هكون مبسوط. طيب نعم. بفرض ان انا وصلت لده هكون مبسوط شويه، وبعد كده السعاده هتقل. صحيح. لكن المفروض ان انا افكر باستمرار، وكل يوم قبل ما اخرج من بيتي وبعد ما فكرت في حاجات ايجابيه وشكرت وكده، ان في حاجات سعيده هتحصل، ان انا ممكن استمتع خلال الحاجات الصغيره، ان انا انقل السعاده للناس. يعني الناس محتاجه سعاده ومحتاجه حب ومحتاجه تقدير. نعم. نكون رساله اكتر ما نكون مستنيين ان الناس تقدم لنا ده. حلو كتير. حبيت شغلي هالتفكير البسيط مايكل بالسعادة. بنبلش بالشكر، بنستمتع بكل لحظة عم نشتغل فيها، بنفكر مسبقا بشكل كتير إيجابي بأي شيء عم نعمله. يمكن مثل ما قلت هيدي أول خطوات بنوصل فيها بالآخر للسعادة يلي ما بحدها لمكان ولا زمان. يعني دي حقيقة. يعني السعادة هي الحاجة اللي كل الناس بتدور عليها زي الحب. صح. بس لو انا ما قدمتهاش، ولو انا ما توقعتهاش وما كنتش بدور عليها، هفضل طول الوقت حاسس ان انا مفتقدها، بالرغم ان هي ممكن تكون موجودة او معايا. يعني مظبوط، 100%. مايكل كمال، قد ايه انت سعيد؟ انا لا اعتبر سعيد جدا، يعني او تاني درجة في السعادة. طبعا لا تقدر تعطي السعادة لغيرك، اكيد انت عندك مليان سعادة، مثل ما بيقولوا مليان رضا. أنا بعرف أستمتع بالحاجة، أو مؤمن إن الإنسان لازم يكون عنده رسالة شخصية في الحياة. نعم. بالنسبة لي العمل مع الناس، وإن أنت تقدري تعملي فرق في حياة ناس، ده بيديني قمة السعادة. 100%. وواتيفر كل واحد ممكن يكون ليه هدف مختلف عن التاني. بس في حد ذاته الخدمة، أو إن أنت تقدمي، حتى عملوا دراسات على الموضوع ده. نعم. إن الناس اللي كانت بتدور على السعادة بتاعتهم الشخصية والإمتاع الشخصي، كانت مستوى السعادة بتاعهم متدني شوية. لكن الناس اللي كانت بتقدم حاجة، يعني أجيب مثلا سندوتش الواحد متشرد في الشارع، أروح مثلا دار عجزة أو دار أيتام أو حاجة زي كده، وأعمل أعمال خدمية وأقرأ الناس وأساعدهم وهكذا. الناس دي كانت سعيدة أكتر. نعم 100%. 100%. طيب بس عندي هون سؤال يمكن بعيد شوي عن السعادة. مايكل، شو اللي أخذك من عالم الهندسة لعالم الاجتماعيات والتنمية البشرية؟ ان انا برضو كنت بدور على نفس الحاجات. يعني انا كنت مفتقد مهارات معينة. نعم. كنت حاسس ان في حاجات ناقصاني، وبعدين ابتديت الاقي اتجاه بيضيف لي الحاجات دي وبيجاوب على الاسئلة اللي كانت عندي. اوكي. ومع الوقت ابتديت انمو اكتر في المجال ده. نعم. وابتديت احس ان لازم وصلت لنقطة لازم الواحد يبتدي يقدم لغيره، يعني يبقى ده الحياة والكارير والشغف وكل حاجة. نعم، عظيم جدا. مايكل كمال، الوقت معك قطع بسرعة حقيقة، وتعرفنا عليك أكتر وأكتر، وعطيتنا خطوات مهمة كتير، يمكن بسيطة كتير، بس قد ما هي بسيطة قد ما هي مهمة. بعتبرها خطوات للإنسان يوصل للسعادة يلي حبيت كتير. قلتوا إنه هي لنا مكان ولنا بس هدف، لأنه إذا حققنا الهدف راحت السعادة، بنصير نرجع نفتش عن جديد. هي حالة رضا وتنمية مستمرة، فيني هيك اختصرها؟ تمام. أنا بدي أشكرك. قلي. هي الرضا وتوقع إيجابي أو نظرة إيجابية للحاجة. نعم. ونمو أو ازدهار طول الوقت. حلو كتير. نظرة إيجابية دايما رغم كل اللي عم بيصير علينا وحوالينا. أكيد. مايكل كمال، أنا بدي أشكرك، انبسطت كتير بهاللقاء، تعرفت عليك أكتر، وإن شاء الله يكون عنا لقاءات بالمستقبل القريب، والله يعطيك دايما القوة، لأنه بعرف قد شغلك حلو، قد عم بتضيف سعادة للآخرين. أشكرك، أنا كنت سعيد جدا وتشرفت بوجودي مع حضرتك وكل السادة المستمعين. أهلا